القصة بتبدأ لما الإلهة منحت نورها لعالم كان بس دوامة سودة من العدم، فشكلت قارات وخلقت التسعة أجناس: الدراغونويد، الإلف الأسود، الأوني، الأقزام، الشياطين، القنطور، شعوب الوحوش، وأخيراً البشر. كان في قرية هادية شاب مليان أحلام ودع عيلته عشان يبدأ رحلة بعيد عن البيت، مع أكبر أمنية إنه يبقى مغامر عظيم ويدي حياة أحسن للي بيحبهم. بس الواقع ضربه بقوة لما وصل للمدينة الكبيرة، حيث كل الناس عايشين بعجلة من غير أي صبر في جو مختلف تماماً عن اللي يعرفه. التوتر زاد أكتر في تقديمه في جيلدة المغامرين المحلية، حيث عرف نفسه كلايت عشان يسجل. الموظفة سألت إيه الموهبة بتاعته وكشف الجاتشا اللامحدود. لما يدوس على زرار الجاتشا كارت بيظهر ولايت بيستدعي الحاجة الموصوفة فيه. في أول محاولة استدعى شوكة، بس الحاجة طلعت ملوية كلها ملهاش أي استخدام خالص. محاول يخبي الإحراج، أصر مرتين تانيين، استدعى تفاحة وقطعة عيش، بس الفاكهة كانت عفنة والعيش متعفن. الولد المسكين حاول يجادل إن الموهبة بتاعته عادة أحسن، بس الموظفة متشككة جدا ادته هوية كلاس اف الأقل في الجلدة من غير خيارات تانية. لايت قبل التصنيف وبخيط أمل سأل عن شغل متاح. الست أشارت لسبورة فيها أبسط المهام، بس جت ضربة تانية. معدل الأمية في المنطقة كان عالي جدا، ولايت ضحية تانية ما قدرش يقرأ كلمة واحدة. بعد تأكيد ده الموظفة أشارت لشغل يدوي أساسي زي جمع الحطب ونقل البضايع. رغم الأجر القليل بطلنا شمر واشتغل بكل قلبه، كرس جسمه وروحه عشان يعمل أحسن ما يقدر. مكافأته جت بالليل لما متعب استلم كيس صغير بعملات من قيمة قليلة قوي، لدرجة إنه حتى بعد يوم كامل شغل بالكاد يكفي يشتري وجبة محترمة. وعشان الوضع الصعب يبقى أسوأ، مجموعة من شعوب الوحوش قرروا يستفزوا الولد المسكين، وقعوه على الأرض وسرقوا فلوسه اللي تعب عليها. فوق ده الناس حواليه شهدوا المشهد وتصرفوا بلنبلاه تامة. بعضهم حتى قال له يطلع من الطريق كأنه بس زبالة مرمية في الشارع. مع ذلك مش كل حاجة كانت أشواك. لمفاجأة الولد، من نفس المجموعة اللي هجمته إلف جميلة زي النهار مدت إيدها عشان تساعده، ركعت على الأرض وادته حضن، إشارة حب ما كانش يتخيل إنه يستلمها. إلف بتوسخ ركبها عشانه. لايت فكر إنه بيحلم، بس الست أكدت له إن ده كله حقيقي. المجموعة بتاعتها اسمها كونكورديا القبائل، كان عندها أعضاء بيمثلوا كل واحدة من التسع أجناس المولودة من نور الإلهة: الرجل الوحش جارو، الإلف ساشا، الدراغوني دراغو، الشيطان ديابلو، الأوني أوبورو، القزم نانو، الإلف الأسود سيون، والقنطور سانتور. كان ناقص جنس واحد بس عشان يكملوا المجموعة، وعايزين لايت يبقى العضو الأخير بيمثل البشر. مع بعض هيحاربوا ضد التمييز ويخلوا العالم أكتر مساواة. أكيد لايت ما يضيعش فرصة زي دي ووافق على طول انضم للفريق. بس مواكبة مجموعة قوية قوي من المغامرين ما كانتش سهلة خالص. مع مرور الأيام لايت واجه مخلوقات قوية بشكل رهيب، وكونه الحلقة الأضعف كان دايما محتاج يتحمى بواسطة رفاقه، عادة بواسطة ساشا اللي كانت بتحرص تخلي الشاب البشري آمن كل ما تقدر. بسبب التصرف الحمائي المبالغ فيه ده بقت هدف لمزح الأصحاب اللي كانوا بيقولوا إنها دايما بتحط لايت تحت جناحها. كانت بتحلف إنها بس بتحاول تمنعه يتأذى عشان لو حاجة حصلت ممكن يلطخ سمعة المجموعة. الحقيقة إنه حتى لو مش مقاتل، لايت كان بيبقى مفيد بحمل حاجات الحلفاء وتحضير شاي رهيب خلال فترات راحة المغامرات، اللي شوية شوية كسب ثقة الرفاق. لحد ما في لحظة معينة جوه سرداب الزعيم دراغو طلب من الكل يوقفوا. حسب قوله المكان ده عمليا طريق مسدود، كان مثالي لما هيعملوه. الجو بقى تقيل والتوتر كان واضح على وش كل عضو في المجموعة غير لايت اللي بريء، فكر إنها بس وقفة للراحة وبدأ يحضر الشاي المعتاد بتاعه. مع ذلك دراغو كشف السبب الحقيقي: الشاب البشري كان بيتطرد من المجموعة. لايت مصدقش اللي سمعه، مش قادر يفهم سبب قرار مفاجئ كده، عشان كل الناس كانوا يبانوا بيحبوه وكان دايما بيعمل شغله صح. حتى ساشا اللي دايما كانت توريه حب كبير قوي دلوقتي بتتصرف باحتقار عميق، مستنفدة من عدم قدرة الولد يفهم اللي بيحصل. كان رأي إجماعي البشري كان بس عبء ميت، ودلوقتي هيتخلصوا من الريحة الكريهة لجنسه. في عدم تصديق كامل لايت سأل ليه ضموه في المجموعة من الأساس. شرحوا إن رؤسائهم فكروا إن الولد ممكن يكون سيد بسبب الموهبة اللي عنده، وعشان كده لايت اتراقب طول الوقت زي فار تجارب عشان يدرسوه عن قرب. بس الاستنتاج كان واضح:
لايت كان عنده وضع بشري عادي، وده معناه إنه مش سيد، وده خلاه على طول عديم الفايدة لكونكورديا القبائل. في اللحظة دي ساشا حتى احتفلت عشان مهمتها كانت الاستمرار في نسل الإلف، ولحسن الحظ ما كانتش محتاجة تتجوز جنس أدنى زي البشر بأي شكل. الرؤساء أمروا بموت الولد، وعشان كده خدوه للطريق المسدود ده حيث يقدروا ياخدوا حياته من غير ما يثيروا شبهات. عشان ينفذ الأمر، الرجل الوحش جاره وري مخالبه الصلب اللي هتتستخدم عشان يمزق الهدف البريء بضربة مباشرة في وش لايت. الدم بدأ ينزل، وفي اللحظة دي الولد اتأكد إنهم فعلا هيقتلوه هناك ودلوقتي. غريزة البقاء البشرية خلته يجري بيأس على حياته، وساعتها ساشا رمت سهم ثقب رجله بعنف قطع هروبه وخلاه مستسلم تماما للموت. من غير ما يستسلم، لايت زحف على الأرض بينما جاره بيقرب. كل ثانية بتعدي وهو بيعيط. الولد كان بيصرخ إنه مش عايز يموت، بس إظهار الضعف ده بس زاد رغبة الراجل الوحش إنه يخلص منه. وبضربة من القدر، لايت ضرب الجاكبوت لما شغل بالصدفة فخ نقل فضائي على الأرض. عدوه حتى حاول يمنعه، بس لايت قدر يهرب بنجاح، ودلوقتي كان آمن، أو على الأقل لحد دلوقتي. على ما يبان، المكان اللي خلص فيه كان في أعماق السرداب، حيث مخلوقات قوية بشكل لا يصدق أكيد بتتربص جاهزة تظهر في أي لحظة. عارف إنه هيموت، لايت عيط وودع عيلته في أفكاره عشان مش هيبقى عنده فرصة يعمل ده شخصيا. متساب لحاله، الولد المسكين اتساب من اللي فكر إنهم أصحابه، اللي دايما كانوا يوروه احترام وحب، خلوه سعيد خلال الوقت اللي غمروا فيه مع بعض. في الآخر كل الكلام ده عن المساواة بين الأجناس ما كانش أكتر من هراء، ورفاقه القدامى ظهروا كأسوأ ناس. مع ذلك لايت مرماش المنشفة بعد كل اللي عاناه بسببهم، وعد يقتلهم واحد واحد ينفذ الانتقام اللي يومها يجي. في الحالة دي لايت هيحتاج الأول يتعامل مع أفعى كلب الجحيم اللي ظهرت للتو في الكهف، مخلوق مستوى 1000 اللي البشري ملوش فرصة يكسبه. رغم إنه أضعف بلا نهاية من الوحش في كل الجوانب، الولد ما قدرش ببساطة يتبلع من غير على الأقل يحاول مقاومة. من غير سلاح في إيده، كل اللي لايت كان عنده هو موهبته المنتقدة، الجاتشا اللامحدود. من اللحظة دي كل آماله اتحطت في المهارة دي، واللي الإلهة تحبه هيحصل. فدوس على زرار الحاجة وحرر كارت. فجأة ست تستدعت وحلفة تحمي سيدها. أبادت أفعى كلب الجحيم بسهولة لا تصدق، لابسة يونيفورم الخدمة بتاعتها. بعد ما حلت الموقف، الست اعتذرت إنها ما تجنبتش إصابات الولد، بس بأي شكل قدرت تعالج كل الجروح اللي عاناها، حتى بتاعت السهم في الرجل. ببساطة حطت إيدها قريب من جسمه وحررت طاقة خضرة هادية. دايما بتتكلم برسمية غريبة مليانة كلمات صعبة. الخادمة سألت لو سيدها يقدر يكشف اسمه. لما عرفت إنه لايت، بدأت تناديه اللورد لايت وبدورها، وعادت تخدمه في أي ظرف حتى لو اضطرت تضحي بحياتها. حلفت ولاء أبدي وغير مشروط. الشخصية الغامضة قدمت نفسها كمي خادمة وكارت نادرة جدا، مستوى 9999، مستدعاة بموهبة لايت الجاتشا اللامحدود. وبعدين مي استخدمت تقنية التقييم بتاعتها عشان تحلل وضع الشاب. شافت طبقات كتيرة من الأفل، وإمكانية كانت عارفة إن سيدها عنده عشان عينيها الخبيرة بتشوف أبعد بكتير مما الرؤية العادية تقدر توصله. حسب الخدمة، الجاتشا اللامحدود كان بعيد إنه يكون عديم الفايدة. الحقيقة دي كانت إنه مهما كان اللي الكل بيفكر فيه، الموهبة دي كان عندها حيلة قليل اللي يعرفوها. قوتها كانت متأثرة بتدفق المانا للمكان حيث الحاجة بتتشغل. كل ما التدفق أكبر وأقوى، كل ما قوة الجاتشا أكبر. في الحالة دي زي ما كان واضح، مي قدرت تستدعى بس عشان لايت خلص في أعماق السرداب حيث الطاقة كانت قوية. كانت حتى متأكدة إن الولد عمل ده بقصد من غير كبرياء كبير. اعترف إنه وصل هناك بالصدفة، هارب بعد ما تساب ببرود من اللي حلف إنهم أصحابه. متذكر صدمته الأخيرة، الولد ما قدرش يكتم دموعه وظهر ضعيف تماما قدام تجربة فظيعة قوي كده. بإظهار تعاطف، مي أدت الولد حضن تقريبا أمومي، حتى لو اعترفت إنها مش فاهمة تماما عمق معاناته. وضحت إنها مستعدة تستخدم كل قوتها عشان تطلب الانتقام اللي سيدها عايزه قوي. عشان ده لايت بس محتاج يدي الأمر، بس رفض المساعدة الساحقة دي عشان عايز ينفذ انتقامه بإيديه قد ما يبان مستحيل بقوته الحالية. في الحقيقة لايت كان متأكد إن مي مش شايفة إمكانية ده يحصل،
بس على العكس أظهرت دعم كامل للقرار وحطت نفسها تحت التصرف عشان تساعد سيدها بأي طريقة ضرورية. أكدت إنها ما كدبتش لما قالت إنها هتكرس حياتها تفضل جنب الشاب لايت. وكده في أعماق الهاوية السرداب الأصعب في المنطقة دلوقتي واعي بالقوة الحقيقية للجاتشا اللامحدود. لايت دوس على زرار الحاجة مرة تانية، بس المرة دي بهدف أكبر: بناء مملكة تساعده ينجز انتقامه. من اللحظة دي الغرفة المظلمة دي بدأت تتبلع بطوفان حقيقي من النور. 3 سنين عدت من اليوم المشؤوم ده، حيث بطلنا تساب كأنه كيس زبالة. ولو في الماضي أيام القتال كانت شديدة ومرهقة، نقدر نشوف إن حالياً أيام المجد هي واقع لايت. بيحكم مئات الخادمات جوه قصر هو نفسه خلقه، ومي زي ما وعد دايما جنبه. كل الخادمات يبانوا مفتونين تماما بيه، بيحتفلوا كل مرة يتلاحظوا، بينما مي بوقفتها المثالية بتقول للكل يتصرفوا كويس. بيسيب القصر، لايت بيمشي في السوق المحلي حيث الكل بيعرفوه. واحد من الباعة بيناديه للفطار، بينما تانيين بيحذروا من نقص الحلويات في البلد. لايت بيوعد يحل المشكلة، ومي بتطمنه إنها هتهتم باللوجستيات بأسرع ما يمكن. بيلاحظ إنه هيحتاج يخلق نظام جديد عشان سكان مملكته زادوا بشكل كبير قوي في ال3 سنين اللي فاتوا. بيسأل مي فين الاستدعاءات الأسطورية التانية بتاعته، ومي بترد إن أويوكي مروضة الوحوش مشغولة بعمل خريطة للسراديب والغابات. لايت بيفكر في الوحوش اللي بتتجول هناك، بس عارف إنهم مش ند لمروضة عبقرية زيها. مي بتكمل وبتقول إن إيلي الساحرة بتشتغل بجد عشان تخلق سحر خاص لخطته الكبيرة. كمان في نازونا الفارسة اللي ممتازة في القتال المباشر، بس خلينا نقول إنها شوية مشتتة في مجالات تانية. مي بترد إنها حطتها في دورية في القصر، مهمة بسيطة هتخليها بعيد عن المشاكل. لايت ما بيهتمش. في النهاية الطاقة الفوضوية لنازونا بتخلي الأمور أكتر إثارة. بعدين المشهد بيتغير وبيرجعوا للقصر، حيث بينادوا بواسطة جاك آخر الاستدعاءات الأسطورية ال4 بتاعته اللي بيدعوه للتدريب. مي شوية متضايقة، بتقول لجاك يخاطب لايت بالاحترام المناسب، بس جاك بأسلوبه المريح بيتجاهلها تماما. لايت بيقول لمي إن كله تمام عشان بيعتبر جاك أخ كبير. في ميدان التدريب الاتنين بيستعدوا. بانفجار سرعة لايت بيجري للأمام وبيضرب لكمة مباشرة في البطن المنحوتة لخصمه، بيدفعه لورا بقوة مفاجئة. راضي جاك بيمدح قوة لايت، بيقول إن مغامر عادي كان مات باللكمة دي. بيتقابلوا في وسط الحلبة تاني، بيتبادلوا ضربات قوية. في نفس الوقت في جزء تاني من القصر، نازونا بتدورية في الممرات وراسها فاضي لما خادمات تانيين بيقربوا منها، بيتملقوها وبيقولوا إنهم بيحسوا بالأمان وهي قريبة. نازونا بتفرح، بتقع في فخهم على طول. الخادمات بعدين بيقترحوا إنها لازم تتأكد من مخدع لايت عشان تتأكد إن كل حاجة آمنة. نازونا بتفكر إن دي فكرة عبقرية وبتجري للأوضة. لما بتحاول تفتح الباب بتصطدم بمي. نازونا بتسأل إيه اللي مي كانت بتعمله هناك عشان لايت كان بيتدرب. مي بتحمر بشدة، بتتلعتم وبتقول إنها كانت بتنظف الأوضة. نازونا بتصر إنها محتاجة تتأكد من المكان، وقبل ما مي تقدر توقفها بتدخل وبتلاحظ السرير المبهدل. ببراءتها بتعلق إن يبان إن حد كان بيتدحرج ويشم المخدات، وبتسأل لو مي عملت ده بقصد. مي بالاستفادة من سذاجة المصاصة بتأكد بثقة إن ده أسلوبها الخاص في ترتيب السرير. نازونا بتنبهر وبتطلب تتعلم، بس مي بترفض وبتقول إنه سر تجاري. نازونا بعدين بتفتكر إن الخادمات طلبوا منها توصل رسالة، بتسلم لفافة لمي اللي بتلاحظ إنها جواب احتجاج. الخادمات التانيين بيثوروا ضدها عشان بتحتكر تنظيف أوضة لايت. مي بتقول لنازونا متقلقش وبتديها شوية فلوس عشان تخليها تسكت. مبسوطة نازونا بتجري للسوق، وبعد تفكير كتير بتقرر تشتري بانكيك فاخر مع لبن طازة. رجوع للقصر بتلاقي أويوكي في شرفة ومعاها الخريطة اللي مي طلبتها. تعبانة من طاقة نازونا، أويوكي بس بتسلم التقرير. بعد كده نازونا بترجع للدورية بتاعتها وبتدخل غرفة العرش. لما تشوف إن مفيش حد في المكان بتطلق صرخة تحرير، بتنط على العرش وبتبدأ تلعب بيه لحد ما بالغلط بتكسر جناح تمثال ملاك. خايفة من مي بتحط القطعة مكانها بأي شكل وبتهرب. رجوع للتدريب، لايت وجاك بيكملوا قتال. في النهاية بيروحوا للحمام، وجوه البانيو العملاق جاك بيمدح لايت، بيقول إنه بقى قوي قوي لدرجة إن معظم مخلوقات السراديب هتبقى لعب عيال ليه. مع ذلك بيحذر إن لسه في أعداء أقوياء هيدمروه في أول فرصة. لايت بيجد
بيفكر في الخيانة اللي عاناها من 3 سنين، وبيأكد إنه مش هيرتاح لحد ما ينتقم. في مخدع مي بتستدعي ال4 خادمات المشاكسات وبتقرأ جواب الاحتجاج بصوت عالي قدامهم. ال4 بيسكتوا وبيعتذروا، بيقولوا إن ده كان بس طريقة لإظهار الدعم عشان عارفين إن مي متحملة ضغط. مي بترفض طلبهم إنهم ينضفوا أوضة لايت، وكعقاب بتأمرهم ينضفوا الممر العملاق لحد غرفة العرش باليد. في نفس الوقت نازونا بره ووشها مضغوط على واجهة محل بتتأمل قفاز عايزاه بس ملهاش فلوس تشتريه. إيلي بتصطدم بنازونا وبتسأل إيه اللي بتبص عليه. إيلي بتكشف إن البناء اللي كانت بتشرف عليه ماشي كويس، فقررت تاخد استراحة. الاتنين بيبدأوا يتناقشوا عن مين أقرب للايت. إيلي بتتفاخر إنها متورطة مباشرة في خطة الانتقام على عكس نازونا، حتى بتذكر إن كان عندها شاي بعد الظهر جميل مع لايت، وإن المرة الجاية هترتب عشاء خاص. رجوع للقصر، ال4 خادمات وهم بينضفوا مشغولين بالتآمر ضد مي، بيذكروا إن طغيانها بيوصل للستراتوسفير. بيفكروا يوشوا بمي للايت بس بيتراجعوا خوفا من غضبها. بيستنتجوا إن لايت بيهتم بمي قوي عشان كانت أول استدعاء بتاعه عدت 2 شهر كاملين معاه لوحدها في السرداب. مغمورين بالغيرة بيبدأوا يتدحرجوا على الأرض وبيقرروا يعملوا طقس فودو عشان يشيلوا مي من المعادلة. مع ذلك للأسف بالنسبة لهم مي بتسمع كل حاجة وبتدخل الأوضة، بتتهمهم بالتآمر. فورا بيعتذروا، بس مي اللي كانت رجعت حاسة إنها كانت قاسية قوي دلوقتي بتفهم إنها ما كانتش قاسية كفاية. بتأمرهم ينظفوا غرفة العرش كمان، عاجزين بيطيعوا وهم بينظفوا التراب من العرش. الخادمة ذات الشعر الأخضر بتوقع قطعة جناح الملاك اللي نازونا كسرتها. الخادمات بيتخضوا، بيفكروا إن ده ذنبهم وبيتخيلوا إيه اللي مي هتعمله فيهم. في الصبح التاني لايت بيدخل السرداب وبيلاقي نازونا، إيلي وأويوكي مستنيين خلاص. بيقولهم صباح الخير، بينما نازونا وإيلي فوراً بيبدأوا يتخانقوا. فجأة وحش بيظهر من الظلال ولايت بيتجمد، كلب جحيم زي اللي شافه في اليوم المشؤوم ده لما اتساب عشان يتقتل. عارف إنه أقوى بكتير دلوقتي، بس صدمة اليوم ده لسه بتطرده. دمه بيتجمد من رؤية المخلوق بس. مع ذلك مجموعته ما بيحسوش بخوف، بالعكس بيغضبوا لما يشوفوا إن الوحش ضايق لايت. نازونا بتستعد تقطعه لقطع صغيرة. اللي بتطلب إذن تستأصل فصيلة كلاب الجحيم كلها من العالم. وأويوكي بتتساءل لو تقدر تلاقي الجحيم نفسه بس عشان ترمي الوحش في أعمق حفره. هلتهم بس بتبعت الوحش يعيط لورا، فاهم قد إيه متفوق عليه. مع ذلك لايت بيهدي مجموعته، بياخد نفس عميق، بيستعيد هدوءه وببطء بيقرب من الوحش، بيدي طبطبة على راسه. عارف إنه حتى لو أمر كمزحة استدعاءاته الأسطورية فعلا هيقضوا على الفصيلة كلها. بعدين بيلف ليهم ببريق جديد في عينيه وبيعلن إنهم محتاجين يطلعوا للسطح اليوم ده، فخطة انتقامه بتبدأ. في نفس الوقت اللورد جارو محترم جدا بواسطة ناس المدينة. لما يلاقي شاب بشري بيدور في الزبالة بيعامله كأنه مش حاجة، بيركله وبيبصق في وشه، بيقوله يطلع من الطريق وبيناديه دودة. وبعدين بيدخل بار عشان يشرب مع رفاقه. كل اللي هناك بيعاملوه كأنه إله عشان دايما بيساعد الناس. من يتيم في الأحياء الفقيرة للمفضل إنه يبقى الزعيم التالي للذئاب البشرية. الناس عايزة تبقى زيه، بس جارو بيقول إن مش سهل، محتاج يستخدم غرائز الرجل الوحش عشان يبقى أقوى، محتاج يفصل الشغل الكويس عن الوحش. وكده بقى اللي هو عليه النهاردة. الرجالة بيسألوا أسئلة عشان يتعلموا عن الشغل اللي عمله من 3 سنين، بس جارو ما يقدرش يتكلم عن ده، سر محفوظ بس عنده. جارو بيفتكر إن الشغل ده كان حاجة كويسة قوي يعملها، كل السمعة والفلوس من قتل شاب بشري مشتبه إنه سيد، كانت حاجات غنت كل اللي في الشغل ده. أبدا ما لقوهوش بعد ما اتنقل فضائيا، بس عارف إن مستحيل يكون نجا من الجروح دي في مكان زي ده. مع ذلك مش فاهم إيه السادة دول اللي الأمم بتدور عليهم بيأس كده. في قلبه بيتساءل لو أحسن يحقق، بس عارف إن خطير قوي، أحسن يسيب الكلاب نايمين. بعدها على طول بيطلب مشروبات أكتر، وواحدة من رفيقات البطل بتظهر في المكان. المشهد بيقطع للكل جوه سرداب. مع ذلك بنتعرض لشوية أكتر من اللي حصل لما وصلت البار. مي وصلت بتقدم نفسها وبتسأل لو هو اللورد جارو، سابقا من كونكورديا القبائل. تابعين الراجل بيطلبوا من مي ما تتكلمش كده مع سيدهم، بس بيقول للكل يسكتوا وبيسأل إيه اللي جاب مي للمكان. بتشرح إنها مي خدمة حلفت ولاء مطلق للورد لايت، كانت بتدور على مكان سيدها لوقت طويل. في دماغ الراجل بيتساءل لو مي عارفة حاجة ما همش عارفينها. مي بتشرح إن الشاب من دم نبيل. جارو الوحش بيبدأ يضحك،
مفيش طريقة شاب زي لايت يبقى نبيل. مي مش تقدر تقول أكتر من كده فبتفضل تسكت. جارو عارف إن الرؤساء كان لازم يحققوا في لايت بدقة. كمان بيفتكر إن لايت أبدا ما ذكرش إنه نبيل، بس لو بتقول الحقيقة ممكن يبقى مصدر رزق كويس. فوق ده الست بتفوح بالفلوس. جارو مش مصدق إن لايت نبيل. مي بتشرح إنها دورت على لايت في كل مكان، اكتشفت مؤخرا بس إنه انضم لمجموعة مغامرين وعدى خلاص من الهاوية. مي بتبدأ تعيط وبتطلب توديها لآخر مكان اتشاف فيه، بس جارو بيفهم إنه فخ حتى لو توري ذهب كتير. مع ذلك بيفكر إنها بس بشرية. جارو بيقرر يوديها مش عشان الفلوس بس عشان موت صاحبه لايت. هيودي أحسن رجاله للمكان عشان يدوروا على الشاب. رجوع للمشهد جوا الكهف. جارو ناوي يودي مي لقاع الكهف عشان يستخدم جسمها وبعدين يقضي عليها. أخيراً بيوصلوا للمكان اللي لايت اتشاف فيه آخر مرة. جارو بيشرح إن الشاب اتهاجم بواسطة وحش واتجرح بشكل غير متوقع، وبعدين وقع في فخ نقل فضائي، وكده كل حاجة حصلت. مي بتركع عشان تخلق مشهد. جارو الوحش بيفهم الست، بس كان مفاجئ قوي لدرجة إن مفيش حاجة تقدر تتعامل. بعدها على طول بيسدوا المخارج عشان ما تقدرش تطلع. في دماغه كان دايما عارف ان البشر مخلوقات هشة سهل يتخدعوا. مي بتبدأ تتكلم ان لايت اتخان بواسطة اوغاد وتعذب في مكان رطب وأزر زي ده. لو كانت جنب الشاب من الاول ما كانش هيتضرب بسهم، يترفس او يتساب مغطى بالدم. الموقف ده اكتر من ما يتحمل. جارو الوحش بيفهم وبيشغل مخالبه، بيتراجع في دماغه، بيتساءل ازاي الست دي عارفة كل ده. اعضاء كونكورديا القبائل بس ورؤساء مختلفة عارفين اللي حصل. جارو بيبدأ يصرخ وبيسأل ازاي عارفة كل ده. بتشرح إن الشخص الوحيد اللي حلفت له الولاء كان لايت. وليه بس؟ بتقرر إنها هتقضي عليهم كلهم في المكان ده. جارو الوحش بيدخل في صدمة، بيحس بس بوجود الست في المكان ده. عيون مي باردة قادرة تحط خوف، بتتساءل بس لو هتقضي عليه. فجأة لايت بيظهر في المكان، بيطلب من مي توقف، فجارو فريسته. الكل في صدمة، بيتسألوا إزاي شاب زي لايت وصل لقاع الكهف لوحده. بيفكروا إن ممكن يكون معاه صحبة، وبيطلبوا من السيد يحترس، ممكن يبقى فخ كبير. بيدخل في صدمة ومش قادر يفهم إزاي لايت نجا من كل ده في الكهف ده. لايت متحمس ورجع عشان ينتقم بعد 3 سنين. رفاق جارو بيطلبوا تفسير عشان يفهموا إيه اللي بيحصل. جارو بيبدأ يضحك، مش قادر يفهم إزاي مستوى 15 عايز ينتقم من حد قوي زيه قوي كده. هو فوق المستوى 150، مفيش طريقة شاب زي لايت يهزمه. مع ذلك جارو مش مهتم، هياخد جسم الشاب وهيبقى أعظم رجل وحش اتشاف. لايت بيشرح إنه نجا بفضل مي اللي عالجته وبقت خدمته. عارف إن الكل عندهم أسئلة كتيرة يسألوها. جارو الوحش مش مهتم باللي عايزين يعرفوه. كل رفاقه فوق المستوى 130، 2 بشر ما يقدروش يعملوا حاجة لحد نجا بالحظ البحت. مفيش طريقة يهزموهم، فبيقرر إنه هيوري قد إيه أقوياء. وهو بيتقدم ناحية الشاب، 2 منهم راسهم اتقطعت في ثواني. مي مش عايزة يهينوا السيد لايت بتاعها بالطريقة دي. الشاب بيشكر بس بيطلب منها بس تسد المخرج عشان ولا حد يهرب. بتوعد إن ولا روح هتطلع من المكان ده. الكل في صدمة من السرعة اللي رفاقهم اتقضى عليهم بيها. جارو بيقول إن دي كانت بس ضربة مفاجأة ومفيش حاجة يقلقوا منها. لايت بيلاحظ إنه ما تغيرش ولا حاجة، لسه بيعامل البشر كجنس أدنى. بيسألوا جارو لو ال2 أشخاص ضعفاء، بس هو بس بيقول للايت يسكت. البشر كانوا دايما وهيفضلوا ضعفاء، بيتعاملوا كزبالة مستوى واطي. طفى عينيه في المستوى بتاعه. لايت بيفهم إن كل جنس عنده حد مستوى خاص، ده مصدر التمييز الكتير والاحتقار للبشر. جارو بيرد إنهم أقوى منهم ومفيش حاجة تتعمل. لايت بيسأل ليه راسين على الأرض. جارو بيفكر إن دي بس ضربة حظ، لازم يكون استخدم حاجة سحرية أو حاجة عشان يقضي على رفاقه. بالتقدم ناحية الشاب، لايت بيهزمهم كلهم بعصاه بس. لما بيقرب بيسأل لو ده كل اللي عندهم يقدموه. مع ذلك جارو بيفضل يقول إنه بس بشري وما يقدرش يهزمه. واقف بياخد حجر سحري عشان يقوي نفسه. فوراً بعد كده بيستدعي وحش مستوى 500 عشان يهزم لايت. الشاب بيفكر إن ده كله مضيعة وقت، وحوش مستوى 500 مخلوقات ضعيفة جدا. جارو بيفكر إنه لازم يكون مجنون، بيطالب يتوسل لحياته زي ما عمل من 3 سنين. لايت بيقرر إنه مش هيخطو خطوة واحدة عشان يهزم الوحش أو أي حد من الرفاق. جارو بيزعل أكتر وبيفكر إن الشاب يقدر بس يكون أهبل ولا عظمة هتفضل لما ده يخلص. وبعدين الوحش بيشن هجوم ضد لايت. جارو منفعل، فاكر إن لايت هيتقضى عليه. مع ذلك لايت ما بيحركش عضلة وبينجح يوقف الضربة بسهولة فائقة. لايت بيسأل لو ملوش حياء إنه يشن هجوم بس عشان يرفع تراب ويوسخ هدومه. جارو بيدخل في صدمة
إنه حتى ما حسسهوش بحاجة. كل الذئاب البشرية في صدمة إن لايت قدر يصد هجوم زي ده. لايت بيقرر إن دلوقتي دوره يهاجم، مش قادر يفهم إزاي حد يقدر ينادي كلب ضال زي ده خطير. بيقرر يوري خطر حقيقي باستدعاء وحش. كل الذئاب البشرية بيدخلوا في صدمة. لايت بيأمر إنه يحط الكلب الضال ده على الأرض. بعمل ده بينجح يجمد الوحش ويقضي عليه بسهولة فائقة. جارو بيدخل في صدمة، مش قادر يفهم إزاي سحر زي ده دمر فينرير المستوى 500 بتاعه في لحظة. لايت بيقرر يكشف مستواه الحالي 9999. الكل بيدخلوا في صدمة لما يكتشفوا القوة المرعبة للشاب. جارو مش قادر يستوعب ازاي قدر يعمل ده. القوة القصوى اللي البشر يقدروا يوصلوا لها المستوى 100 فوق ده ما كبرش ولا حاجة. لايت بيشرح انه وقف التقدم في السن بسوار الشباب. ابدا منساش اليأس، الحزن والغضب من اليوم اللي حاولوا يقضوا عليه. في دماغ الرجل الوحش بيتساءل لو الشخص ده فعلا لايت، عارف ان مفيش حاجة يقدر يعملها غير قبول الموت اللي هو مصيره. جارو بيبدأ يعتذر، كل اللي عمله كان بأوامر من بلده وملوش علاقة بلايت. مع ذلك بيتمنى إن لايت يفتكر إنه رغم الحادثة دي لسه شاركه أوقات كويسة. كل زمايله بينادوه جبان. لايت عنده سؤال لجارو، عايز يعرف كل اللي يعرفه عن رؤسائه. جارو بيقول إن الرؤساء بس قالوا يلاقوهم. لايت عايز يعرف ليه كانوا عايزين يقضوا عليه بعد ما اكتشفوا إنه مش زيهم. جارو بيرد إنه ما يعرفش حاجة. الذئاب بيبدأوا يرفعوا إيديهم فاكرين إنهم عارفين حاجة، بس مي بتقطعهم لنصين كأنهم مش حاجة. جارو بيدخل في صدمة ويأس. لايت عنده سؤال تاني، لو يقدروا يكسبوا لو أعلنوا حرب ضد الأمم العليا. لايت عايزه يكون صريح. جارو بيبدأ يرتجف من الخوف، عارف إن لايت شخص قوي وهيبقى عنده ميزة مؤقتة في القتال. مهما يكون مستوى الشاب عالي لسه بس بشري. عندهم تحت التصرف كل الأسلحة، الدروع والحاجات اللي جمعوها على مر السنين. لايت بيفهم وكان دايما عارف إن في حد يقدر يواجهه لوحده. عنده أسئلة أكتر يسألها فعايزهم يتبعوه. لايت بعدين بيقرر يوديه لغرفته. بقلب الراجل الوحش بيوري كل رفاق الحرب بتوعه عشان يشوفهم. بملاحظة مستويات الوحوش والبشر جارو بيتبول أكتر من الخوف. لايت بيقرر كمكافأة يخليه في يأس دائم، بيوقع عذاب أسوأ من الموت. جارو يقدر بس يفكر إنهم أحيوا الوحش ومفيش حاجة يقدر يعملها. بيبدأ يعيط وبيسأل لو لايت ناوي يبقى إله. ده أبدا ما عداش في دماغ الشاب، بس متأكد إنها مش فكرة وحشة. يقدر يسيب العالم زي ما يحب، سعيد أو حزين، لازم يمنح سعادة أو عذاب. وقت الحشد والطلوع للسطح. وكده بتخلص الحلقة الثالثة.